استنى عشان بالله. يلا يا ابني يلا يا ابني يلا يا ابني، جهاز الإضاءة يلا. أيوة كده، عنا كتير مجيناش هنا. ايه ده ايه ده؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة وغياب شهرين تقريبا، لكن رجعنا بحلقة جديدة ومش عارف البتاعة دي باينة ولا لأ، لكن أكيد في التايتل هيبان، وهي ديربي مانشستر، نهائي ال FA كاب أو كأس الإمارات. والسؤال زي ما مكتوب في الحلقة وهو مكتوب هنا بس مش عارف هيبان ولا لأ، هو ازاي مانشستر يونايتد يقدر يكسب السيتي. طبعا مانشستر يونايتد بيدور على تاني بطولاته هذا الموسم بعد ما حصل على الكاراباو كاب وخلاص ضمن تأهل دوري أبطال أوروبا بالمركز الثالث، وكان حقيقة موسم كويس لليونايتد. مدرب أول مرة يجي في دوري قوي، قدر اللعيبة يعني أي كلام ولعيبة تقرف يحولهم للعيبة كويسة ويطور لعيبة كتير. وطبعا جرناتشو أبرز اللعيبة اللي اتطورت على إيده. في نفس الوقت السيتي بيدور على الثلاثية التاريخية اللي يحققها عشان يبقى تاني نادي قدر في تاريخ انجلترا يحققها بعد اليونايتد، ويونايتد اللي بيحاول يوقف السيتي عن ان هو يحقق هذا الانجاز. يونايتد اللي بيحاول يوقفه عشان يفضل هو صاحب هذا الانجاز التاريخي وياخد تاني بطولاته هذا الموسم. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، السؤال هو ازاي يقدر يونايتد يكسب السيتي، وهل هو يقدر يكسبه ولا لا؟ ده اللي هنجاوب عليه في الحلقة. قبل ما نبتدي الحلقة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا. طيب اول حاجة هنبتدي بيها وهو طريقة لعب السيتي. السيتي او بيب جوارديولا بيلعب بخط دفاع متقدم، بمعنى ان الخطوط كلها قريبه من بعض والدفاع طالع، فبتلاقي ان هو بيبتدي يبني هجمه، خط النص بيبقى طالع تقريبا لغايه نص الملعب، خط الدفاع قصدي طالع لغايه نص الملعب، فده بيخليه محجم اللعب على الفريق اللي قدامه، فبيخليه يبقى راكز ورا في صفوفه. ده بيبقى حلو ان هو بتبقى مساحات قريبه فبيضيق اللعب، فبيقدر التمريرات وتكتيكات جوارديولا ويقدر يسجل منها الاهداف. طريقة لعب اليونايتد هي مختلفة شوية، هي بتعتمد على فتح الملعب، فتح الصفوف بعيد عن بعض، والباصات السريعة والتحركات السريعة وبعض المهارات الفردية، وبتعتمد أغلبها على أنتوني وبرونو، إن الاتنين دول حريفة فيقدروا ياخدوا الكرة ويصرفوها. طبعا الفريقين ما عندهمش أي غيابات إلا اليونايتد اللي عنده أنتوني غيابات، واحتمالية كبيرة إن أنتوني ما يلعبش هذه المباراة. لكن بغض النظر عن أنتوني، بغض النظر عن اي حد مصاب في اليونايتد اي حد موجود، الماتش ده يقدر اي حد يلعبه ومكان انتوني مش هيفرق. طيب السؤال، الماتش ده هيبقى سهل للسيتي ولا هيبقى صعب؟ لا هيبقى صعب، انا شايف هيبقى صعب من وجهة نظري. اداء يونايتد في الفترة الاخيرة كويس جدا، إيريك تين هاج مركز، خصوصا ان هو قدر يكسب السيتي في ماتش قبل كده وكان بيلعب حلو. طب ازاي قدر يكسبهم في الماتش ده، وازاي كان بيلعب حلو، وازاي يقدر في الاف اي كاب يكسبهم؟ باختصار شديد، ليفربول تقريبا هو الفريق الوحيد في ايا كان ظروفه حلوه وحشه بيعرف يلعب السيتي حلو جدا وبيكسبه، او بيعمل معاه نتيجه ايجابيه، سواء يكسب يتعادل، يعني بيعمل حاجه. ازاي؟ ليفربول او يورجن كلوب هو كمان بيلعب بخط دفاع متقدم زي جوارديولا، فبالتالي ده بيلعب بخط دفاع متقدم وده خط دفاع متقدم، فبتلاقي اللعب كله اتحجم في نص الملعب، فبالتالي بيبقى ناقص في نص الملعب، فتلاقي اللعب بقى زحمه، فالكوره عماله تنقل هنا وهنا وهنا، بيبقى ناقص حاجتين، السرعات والمهارات الفرديه، وده اللي يورجن كلوب بيعرف يستخدمه. السرعات بتاعت اللعيبه، صلاح اجري جون، السيتي دي بروين هالاند جون، فهي بتبقى في نص الملعب والشاطر بقى اللي يعرف يجيب الجون. طيب اليونايتد في الماتش اللي كسبوا قدام السيتي 2-1 عمل ايه؟ تنهاج لعب بطريقته العاديه اللي هي فتح الملعب، يقدم الدفاع شويه، واللعيبه كلها بتقعد تجري وتمريرات تمريرات 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 لغايه ما يوصل للجون. تنهاج من اسلوب لعبه برضو الضغط العالي، يعني لو الكره مش معاه بيضغط بلعيبه الهجوم والنص على خطوط الدفاع وخطوط الوسط عشان يقطعوا منهم الكوره، بس المشكله ان هو بيسيب فجوه بين خط النص وخط
الدفاع، فبتلاقي لعيبه الهجوم متمركزه براحتها. فانت لو باص اتضرب غلط، لو حد مدافع كورته كويسه لعب باص، خلاص انت ضربت الهجوم بالوسط، ناقص مفيش غير الدفاع. فبتلاقي بقى 3 على 3، 4 على 3، بتلاقي بقى ايه الدنيا ملعبكه مع اليونايتد. هو عمل ايه؟ ساب لجوارديولا الكره، هو قفل دفاعاته ولعب على المرتدات والسرعات. ودي نقطة قوية جدا لصالح اليونايتد ونقطة ضعف لصالح جوارديولا. ليه؟ لأن جوارديولا بيلعب بخط دفاع متقدم. خط دفاع متقدم ليه ميزة وليه عيب. ليه ميزة إن أنت بتحجم اللعب وبتخليش المهاجم يعرف ياخد مساحته، لازم يستلم من تحت ويلف. ليه عيب إن أنت لو لعب على الأطراف سريع زي ماركوس راشفورد، لو جات له الكورة توقيت صح مظبوط هيجيبها جون. وده اللي حصل، كان بيقف يتمركز صح، الكرة تجيله ويضرب السبرنت ياخد الكرة جون. صح صح، انا كده، انا مش كده يا فضله. فليه ميزة وليه عيب. فراشفورد في الماتش بتاع الاتنين واحد كان بيستغل الموضوع ده، بيستغل ان هو سريع، ياخد الكرة بيجري بيجيبها جون. جرناتشو نزل نفس الكلام. طيب هل اليونايتد هيقدر يلعب بالاسلوب ده في نهائي الاف اي كاب؟ لا. ليه؟ لان انت بتلعب في نهائي، انت مش بتلعب في ماتش في الدوري 3 نقط، انت بتلعب نهائي كاس. وجارديولا هيبقى بيلعب ضاغط وفارم وبيعمل كل حاجة عشان يجيب جون. انت لو جا جون انت خلاص ماتش راح منك، انت بتلعب في نهائي. ففكرة النهائي غير ماتش في الدوري. طب المفروض تنهاج يعمل ايه في الماتش ده، او اقدر اتوقع تنهاج هيعمل ايه؟ هو هيعمل بطرقه العاديه، لكن مش هيسيب جوارديولا الكوره. ممكن يسيبها له في اول 15 دقايق، بعد كده ياخدها ويبتدي يضغط خطوطه لقدام، برضه خط دفاع متقدم، يضيق الملعب ويبتدي بالباصات السريعه اللي هو بيعملها ويقفل على يخنق جوارديولا معنى الكوره كده، ويخنقه ويخليه ما يبقاش عارف يتحكم كويس. والضغط العالي ان هو حتى لو فقد الكوره، لا انت اليونايتد فيه برضه حاجه، استخلاص الكرة السريع. بمعنى انت لو واحد الكرة اتقطعت راحت مع واحد، بتلاقي 3 رايحين عليه، ورايحين عليه بغشومية اللي هو هناخد الكرة. فهو الضغط العالي اللي هي الكرة تتقطع، خلص. برضه من الميزات اللي عند تين هاج ان هو مش من المدربين اللي هو بيتوتر بسرعة. يعني لو حصل ودخل في جون بيتقل على الماتش، بيهدى على الماتش، يظبط دنيته ويدخل. اليونايتد من بداية الموسم كان اللعيبة دي كلها كانت حاجة، ودلوقتي بقت اللعيبة حاجة تانية، ومعاه أوراق كتير تساعده في النهائي ده. ناس شايفه السيتي والسيتي هينزل يفرم من اليونايتد. انا شايف الماتش مش هيبقى كده، الماتش هيبقى جامد. اولا بتتكلم على ديربي، فريقين من اقوى الفريقين في انجلترا. انت بتتكلم على مدربين كويسين، ده تكتيكه كويس ده تكتيكه كويس. تنهاج لسه اول موسم ليه، وبتتكلم ان هما العداوه اللي بين المدينه، وان الفكره ان هما الثلاثيه. يعني انت دلوقتي الثلاثيه بايد اليونايتد، يعني اليونايتد لو خسر خلاص كده، مبروك على مانشستر الثلاثيه. فالثلاثيه دلوقتي بايد مانشستر، هل هتحافظ الثلاثيه اللي انت حققتها مانشستر يونايتد، ولا هتديها للسيتي هديه؟ فماتش هيبقى متنشن، هيبقى فيه اعصاب كتير. انا خايف ان ده يبقى حاجه سلبيه على اللعيبه، ان اللعيبه تتوتر وتبقى خايفه الماتش يروح منها، فتلبس جون جونين ويبقى الماتش سكور وخلاص الدنيا باظت. وفي نفس الوقت لو هو ممكن يبقى حافز للعيبه، وده شغل بقى نفسي وشغل المدرب، ان هو يخلي الموضوع ده حافز للعيبه، يخلي اللعيبه نازله الماتش مش خايفه، هتدي كل ما عندها عشان تقدر تكسب الماتش ده. طبعا زي ما قلت لكم الماتش ده من المميزات اللي فيه انه مفهوش ولا غيابات. طبعا هو استثناء انتوني، وهو لسه احتماليه كبيره ان هو ما يلعبش، تقريبا مش هيلعب الماتش ده. لكن الفريقين اوراقهم كلها تمام، السيتي ما عندوش اصابات، يونايتد ما عندوش اصابات، كل حاجه مظبوطه. وهي في النهاية أفكار تكتيكات المدرب. جوارديولا بيلعب خط دفاع متقدم، أسلوبه العادي كورة ادي الهالاند على طول. تنهاج بيلعب بالضغط العالي، هاي بريشر وفتح الملعب. بس مشكلته ان هو بيسيب خط الدفاع بدون حماية، فده هيأثر عليه جامد قدام السيتي. لازم يربط الثلاث صفوف ببعض، وده هيخليه يلعب خط دفاع متقدم، فهيبقى بيلعب زي ليفربول، فهيقفل الدنيا مع الباصات السريعة مع الضغط العالي، يقدر يكسب السيتي او يقدر يلعب ماتش قوي قدام السيتي. احتمالية الفوز لليونايتد هي مش كبيرة، لكن لو تنهاج لعب ماتش كويس وكان مركز ومجهز اللعيبة نفسيا قبل تكتيكيا وبدنيا، هتفرق معاه جدا. لان الشغل النفسي هيفرق مع اللعيبة، ان هو يحفزهم ويقول لهم اكسبوا وانزلوا واعملوا، ده هيفرق معاه جدا مع الشغل التكتيكي. طبعا الماتش انا شايفه
انا من وجهة نظري 60-40 للسيتي، لكن في ناس تقول 100% وفي ناس تقول 80. لا، 60-40 اليونايتد ايا كان برضو. بقاله فترة مش كويس، بس السنة دي اتحسن. اليونايتد مختلف عن الاول. اليونايتد واخد تالت الدوري، اللي كان كله بيقول هيلعب في اليوروبا ليج. تالت، واخد التالت وهيلعب الشامبيونز ليج. فلا، الفرقة كويسة. النهائي هيبقى مثير جدا طبعا، ملعب ويمبلي المعتاد، ديربي مانشستر سواء السيتي او اليونايتد، فريقين كبار جدا. مش عارف مين فيهم هيقدر يكسب. الافضليه اكيد للسيتي، لكن الاهداف والفوز انا اكيد بتمنى يعني يونايتد. الواقعيه بتقول السيتي، الملعب بيقول حاجه تانية غير كده، وده اللي هننتظره يوم السبت ان شاء الله. هو من سينتصر في هذه المعركه، من سيكون بطل كأس الاف اي كاب او كأس الامارات. وزي ما قلت لكم، طرق ازاي اليونايتد يقدر يكسب، هو ما يخافش، يلعب بتكتيكاته العادية، الضغط العالي اللي بيعمله، يقرب الصفوف، خط الدفاع وخط الوسط يقربوا من بعض، ما يسيبش فيهم فجوات، خط دفاع متقدم. الضغط العالي والباصات السريعة اللي هو بيعملها هيقدر يكسب. يعني بمعنى أصح، يلعب بند مع السيتي، يلعب زي ما ليفربول نوعا ما بيلعب. بس ليفربول ما بيعملش الضغط العالي، ليفربول خط متقدم. لكن اليونايتد مع الضغط العالي مع الدفاع المتقدم هتحجم جوارديولا. واهم حاجه ان انت تبقى الكوره معاك، ان انت لو الكوره معاك هتعرف تعمل كل ده. الكوره مش معاك، انت هتلاقي نفسك بترجع ورا، وجوارديولا حبسك ورا ومش هتطلع. لازم تبتدي تبقى انت اللي ضاغط، انت اللي داخل جوه، انت زنقه جوه، وتبقى معاك الكوره عشان هو يفضل ورا. طول ما انت معاك الكوره، هو جوارديولا يفضل ورا مش عارف يعمل حاجه. وشغل برضو المرتدات هيفرق جدا، الكرات السريعه سواء راشفورد، سانشو، جرناتشو، اي حد من اللعيبه الصراع دول ياخد الكرة ويجري. وليه طلب بسيط واحد بس لتنهاج: ما تنزلش في خورست او الغورست او ايا كان راس الحربة ده اسمه ايه، ما تنزلوش، ما تلعبش بيه. حط اي حد مكانه. مارسيال لو جاهز نزله، عشان ده ملوش فيها. بس وكده تكون خلصت حلقتنا. لو عجبتك متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.